ويمسك اللعيبه تقطيع ويرزع كل واحد في التقييم صفر، واللي كان فورمه ساعتها ياخد له بالكتير 2 ويتريق عليهم، والزملكاويه تشير الحلقه والريتش يعلى. نبدا باول واحد كبيرهم الهستيري. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يحرق. وكلامي ده معناه ان احنا ما نغلطش في الاهلي لانها كوره في الاول والاخر. اسرع شهره وريتش ومشاهدات بالملايين، قول على نفسك زملكاوي بس بشروط. الاهلي دايما على حق وتمجد في الاهلي، والزمالك دايما غلطان ويا ريت نتعلم من الاهلي. وفي برضه اكتر من يوتيوبر اهلاوي زي اسلام مهدي مثلا اللي بيستني الاهلي يخسر عشان يخبط في اللعيبه بزياده وبافوره عشان الزملكاويه يعملوا شير لحلقات. نرجع بقى للناس اللي عامله نفسها زملكاويه ودول وصلوا لمرحله من النفاق مش طبيعيه. ده لو ماتش اهلي وزمالك والزمالك كسب هيقول لك الزمالك كسب عشان الاهلي وحش. امثله لو دخلت على الفيديوهات بتاعتهم هتلاقي الكومنتات كلها انا اهلاوي وبحبك عشان زملكاوي ومحايد، ومش هتلاقي واحد زملكاوي في الكومنتات يتكلم عليهم بطريقه كويسه لان الناس دي اصلا مش شبهنا. الناس دي ولا كانوا عمرهم كانوا زملكاويه. وكلامي ده معناه ان احنا ما نغلطش في الاهلي لانها كوره في الاول والاخر، بس ما تكونش زملكاوي وتغلط في الزمالك على طول. نبدا باول واحد كبيرهم الهستيري. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يحرق. ده اول واحد في المجال يعمل الحته دي، كان في الاهلاويه او الزملكاويه. لما الهستيري بدا طريقته وجاب مشاهدات كتير بالملايين في اكتر من يوتيوبر قلدوه، وفعلا لقوا ان هي جايبه مع الناس قوي. وهو الهستيري دلوقتي بقى يروح محلل مع سيف زاهر في اون تايم سبورت. نيجي بقى اللي اسمهم ميرفت وعلاء، ريمو وسيمو. في ايه بجد في ايه تقول الدم ده والرخامه دي يا اخي يا ساتر. دول مش طبيعيين في التعريض للاهلي، لا ده كمان بيغلطوا في الزمالك، كل ده عشان الريتش. نخش بقى على خفاجي، وده كان من الناس الكويسه وكان بيرد على الهستيري، بس بقى دلوقتي زيه لما لقى ان الريتش والمشاهدات قلت. نيجي بقى لموحى لا مؤاخذه الحراق، مش عارف على ايه، وده بقى خد ترند لوحده. ده عمل نفسه زملكاوي مجنون، وده ما شاء الله عليه ساب زياده الاسعار وبنزيمه وحرب اوكرانيا وحرب فلسطين، والزمالك هو اللي جننه. لو ايه بعد كل خساره للزمالك يجيب كيلو دقيق ويرش نفسه بيه. نخش بقى اللي مسمي نفسه الاصلي، وده على طول لابس فانلة الزمالك وهو عمال يطبل للاهلي عشان المشاهدات تعلى، ولما يتكلم على الزمالك في بوست من غير ما تقرا هتلاقي مكتوب كلمه فضايح. كل ده كذب وانا اللي قايله. نروح بقى للناحيه الثانيه ونتكلم على اسلام مهدي. اسلام مهدي هو يوتيوبر بقاله 5 سنين بيعمل فيديوهات، وطبعا ما كانش حد بيشوفه، بيجي له مثلا 5000 مشاهدات نصهم من صحابه، فلاقي ان الوضع كده ما ياكلش عيش. بس بصراحه ما عملش بقى زي الهستيري والرجاله الثانيه اللي هم كانوا بيطبلوا للاهلي بس فهو يطبل للزمالك. لا بصراحه هو اتبع اسلوب جديد ان هو يكون راس ماله خساره او تعادل الاهلي، ويمسك اللعيبه تقطيع ويرزع كل واحد في التقييم صفر، واللي كان فورمه ساعتها ياخد له بالكتير 2 ويتريق عليهم، والزملكاويه تشير الحلقه والريتش يعلى. وزي ما قلت في اول الحلقه ان انا ما بعملش الكلام ده كله وبعاتب الزملكاويه اللي بيعملوا كده عشان يعكسوا ويغلطوا في الاهلي، بس ما ينفعش تكون زملكاوي وتغلط في الزمالك وتتريق عليه. واحنا والله عارفين ان الزمالك كله مشاكل، بس ما تجيش منك انت. وعلى فكره في ناس كتير من اللي بتشوف حلقاتي بتقول ان انا بقدم محتوى كويس، بس مش هيتشاف كتير لان انا ما بسيبش الجدل في حلقاتي زي ما الناس التانيه بتعمل. قلت لهم انا مبسوط بالكام الف مشاهده اللي بتجيلي، مش هقدر استحمل ان اي حد في الكومنتات ان كان اهلاوي ولا زملكاوي ان هو يشتمني. دلوقتي انا كلام موجه لاي واحد بيقدم محتوى رياضي ان كان اهلاوي ولا زملكاوي، ان زيك زي اي مذيع في التلفزيون لما بيغلط محدش بيسكت له، فخد بالك من اللي انت بتقدمه. ولازم برضو المشاهدين تساعد اكتر الناس اللي بيقدموا محتوى كويس، زي في الزمالك برنامج خطين حمر اللي بيقدمه عطا وخليفه، وبرضو في ميديا الاهلي برنامج برضو احنا الايجيبشن ليج اللي بيقدمه شادي حبشي وتامر بهاء، وهسيب لكم لينكات قنواتهم في الكومنتات. قول لنا برضو في الكومنتات مين اليوتيوبر اللي انت بتحب تشوفه بس شايف ان انت حقه ضايع بسبب انه ما عندوش مشاهدات. كده الحلقه خلصت، ولا اول مره تشوفنا تعمل فولو واشترك في قناتي على اليوتيوب وتعمل لايك وشير للحلقه. كان معكم اسلام وتاكا وبرنامج باكورد. سلام.